اللي قدامكوا دول يبقوا ريا وسكينة علي همام، وزي ما احنا عارفين ان الاتنين دول يبقوا من اشهر القتلة المتسلسلين في مصر، ونشروا الرعب والخوف في المجتمع المصري بشكل ما حصلش قبل كده، وبسببهم اتغير القانون المصري وحصلوا على اول حكم الاعدام سيدات في تاريخ مصر الحديث. الكلام ده تقريبا كلنا عارفينه، لكن اللي مش عارفينه بقى هل هم فعلا سفاحين زي ما اتقال عنهم، ولا في تقارير قالت عنهم كلام تاني زي انهم كانوا مظلومين مثلا او كانوا مناضلين ضد الاحتلال؟ وايه السبب المنطقي اللي خلى وكيل النيابة اللي كان بيحقق معاهم قدم استقالته؟ وايه دور القنصل البريطاني في قضيتهم؟ طيب بعد ما اتعدموا البيت بتاعهم مين اللي سكن فيه بعدهم؟ وايه اللي جراله؟ وهل البيت ده لسه موجود اصلا؟ وايه هو اصلهم؟ وكمان اهالي الحي اللي كانوا ساكنين فيه اللي هو حي اللبان في اسكندرية بيقولوا ايه عنهم وعن البيت ده؟ هجاوب لكم على كل ده، بس تعالوا الاول نتفق ان حوادث القتل المتسلسل مرتبطة اكتر بالتراث الغربي، واننا ما سمعناش عن المصطلح ده اصلا غير من افلام هوليوود، وده لان الحوادث دي نادر قوي لما بتحصل عندنا. عمرنا ما شفنا مثلا سفاح اغتصب اكتر من 100 واحدة وقتلهم بدم بارد زي ما عمل السفاح تيد بندي في الولايات المتحدة الامريكية، ولا عمرنا سمعنا عن راجل في مجتمعنا اغتصب اكتر من 33 طفل وقتلهم في سلسلة من اعظم سلاسل القتل البشعة زي السفاح جون واين جاسي اللي اتعدم سنة 1989. انما انك تسمع عن 2 ستات في مجتمعنا العربي الشرقي قدروا يخططوا هم وازواجهم انهم يقتلوا اكتر من 17 ست من غير اي شفقة ولا رحمة عشان ياخدوا ذهبهم ومصوغاتهم ويدفنوهم تحت البيت اللي عايشين فيه وبياكلوا وبيشربوا وبيناموا فيه. فدي كانت صدمة كبيرة جدا في نفوس المصريين وفي نفوس كل العرب كمان، ولسه الجريمة دي صداها بيتردد لحد النهاردة في الاعمال الدرامية والمسرحية اللي خلتها حتى بعد اكتر من 100 سنة لازالت حديث الناس في الشارع. طيب تعالوا نرجع ورا شوية ونسأل مين هم ريا وسكينة وايه اصلهم؟ ريا وسكينة هم 2 اخوات لراجل من قرية تبع المركز ادفو في اسوان اسمه علي همام. علي اتجوز من زينب وخلف منها طفلة اسمها ريا سنة 1875، وبعدها علي خد مراته زينب وبنتهم ريا وسافروا لبني سويف، وبعدها الكفر الزيات في محافظة الغربية، وهناك اتولدت سكينة علي همام سنة 1885، يعني بعد ريا ب10 سنين. وللأسف مات أبوهم علي همام في سن صغير، وده كان شائع بين الفلاحين زمان إنهم كانوا بيموتوا في سن صغير بسبب الفقر والأمراض اللي كانت منتشرة بينهم، وكمان البلد كانت تحت الاحتلال الإنجليزي وقتها. وبعد موت والدهم كافحت زينب عشان تأكل بناتها الاتنين وتقدر تربيهم لحد ما ريا وسكينة كبروا شوية واشتغلوا هما الاتنين في جمع القطن في الفترة دي. وأول ما ريا كبرت شوية اتجوزت من راجل وجابت منه ولد، واتكررت نفس مأساة والدتها ومات جوزها في سن صغير. بعدها عرض عليها حسب الله الأخ الأصغر لجوزها إنه يتجوزها عشان يربي ابن أخوه اللي أنجبه من ريا، وفعلا اتجوزت ريا من حسب الله، لكن الطفل ده اللي هو ابن أخوه مات بعد سنة واحدة من الجواز. وبعدها خلفت ريا من جوزها حسب الله حوالي 5 أطفال، وبرضه ماتوا كلهم ما عدا بنت واحدة اللي هي الطفلة بديعة. وبالنسبة لسكينة فهي كمان اتجوزت واتنقلت مع جوزها لاسكندرية وخلفت منه ولد، لكن للأسف الطفل ده مات في أول أيامه بسبب الإهمال الطبي في الفترة دي، وده لأن زي ما احنا عارفين مصر وقتها كانت تحت الاحتلال البريطاني وكان القطاع الطبي متدمر تماما. وبعد موت ابنها انفصلت سكينة عن جوزها، وبعدها بفترة بسيطة جات لها اختها ريا ومعاها جوزها حسب الله وبنتهم بديعة، واستقروا معاها في اسكندرية. في الفترة دي تم اتهامهم بكام سرقة صغيرة، وكان ممنوع عليهم انهم يستأجروا اي غرف في اسكندرية الا عن طريق وسيط، او نقدر نقول السماسرة اللي كانوا بيأجروا البيت من المالك ويرجعوا يأجروه بالغرفة للناس. وده خلاهم يتنقلوا اكتر من مرة في الفترة دي لحد ما قابلت سكينة جارها وحب حياتها وهو شخص اسمه محمد عبد العال واتجوزته، وبقت العيلة مكونة من ريا وجوزها حسب الله وبنتهم بديعة وسكينة وجوزها عبد العال، وتعرفوا على 2 تجار اسمهم عرابي وعبد الرازق. وبدأت العيلة تخطط لمشروع كبير يعيشهم بعيد عن خط الفقر اللي كان بيضرب البلد وقتها بسبب الحرب العالمية الأولى وكمان بسبب الاحتلال البريطاني على مصر. وقدروا يستأجروا بيت بعد فترة أطلقوا عليه اسم بيت الجمال، وده بسبب وجود عرابي معاهم، وشغلوا البيت ده في الدعارة. وللأسف كان الموضوع ده مترخص وقانوني في البلد واشتغلوا بشكل قانوني تماما. عملوا الدور الأول منه على شكل غرزة للتدخين والشيشة أو الأرجيلة المخلوطة بالحشيش، وخصصوا الدور الثاني منه لممارسة الأعمال المنافية للآداب
وده عن طريق استدراج جنود الاحتلال وبعض بنات الهوى وكمان بعض المصريين اللي معاهم فلوس، وكانوا بيقدموا للزباين اطباق طعام فاخر، وكانوا بيوفروا لهم خدمة كبيرة ما كانتش منتشرة كتير في الوقت ده. ولحد هنا تقريبا كل الروايات متطابقة، وان دي كانت قصة حياة ريا وسكينة لحد اللحظة دي. لكن من بعد اللحظة دي خرجت روايتين اغرب من الخيال. رواية فيهم خسفت بيهم 7 أرض، ورواية تانية طلعتهم 7 سما في عيون الناس. الرواية الاولى بتقول ان المستقر بتاعهم كان بيت الدعارة ده، وانهم كانوا بيستأجروا اكتر من شقة ويخطفوا فيهم الستات ويقتلوهم ويسرقوا الذهب بتاعهم. كانت بتنزل ريا وسكينة اسواق القماش ويترصدوا للستات، وخصوصا الستات اللي لابسين ذهب كتير زي الغوايش والسلاسل والحلقان، ودي كانت عادة المصريين زمان. وكانوا بيستدرجوا الضحية بحجة انهم تجار قماش وبيعرضوا عليها اصناف كتير، وكانت الضحية ما بتشكش فيهم بسبب مظهرهم الغني واللبس الفاخر والحلي اللي كانوا بيبقوا لابسينها، وكمان طريقة كلامهم اللي كانت مهذبة جدا. وكانوا بياخدوا الضحية في الشقة المتأجرة ويخلوها تسكر، وبعدها يجي دور حسب الله وعبد العال وعرابي يدخلوا يخنقوا الست لحد ما تموت، وياخدوا المجوهرات ويدفنوا الجثة تحت أرضية البيت، ويبخروا المكان كله عشان يقضوا على أي ريحة أو دليل ممكن يكشفهم. واستمر الحال ده لمدة حوالي 2 سنين، ارتكبوا فيهم سلسلة جرائم بشعة لحد ما جه راجل إنجليزي وقرر يستأجر بيت كامل من اللي كان ريا وسكينة مأجرين منه أوضة. والراجل الإنجليزي ده اشترط على صاحب البيت إنه يغير أنابيب المية، وكانت المفاجأة إنه هم بيحفروا عشان يغيروا الأنابيب لقيوا بقايا جثة وربطوها بغرفة ريا وسكينة. ده غير الشكوى المستمرة من الريحة اللي كانت بتطلع من الأوض بتاعتهم. وهنا وصل البلاغ للشرطة المصرية اللي تولت التحقيق، وبعد بحث كتير قدروا يوصلوا ل 17 جثة في أماكن استأجرتها ريا وسكينة، وقدروا يقبضوا على العصابة كاملة. وساعتها بسبب الصحافة اللي فضلت تنشر عن الموضوع في صفحاتها الرئيسية لمدة 2 شهر كاملين بشكل يومي، انتشر الخبر زي النار في الهشيم وأثار رعب كبير في نفوس الناس. والموضوع كان كبير لدرجة إن القانون اتغير وقتها عشان يتم الحكم بالإعدام على سيدتين لأول مرة في تاريخ مصر الحديث. واللي تصدر سلسلة الجرائم دي كانت ريا واختها سكينة بس، وده بالرغم من إن العصابة دي كانت مكونة من 6 أفراد اتحكم عليهم بالإعدام، مش ريا وسكينة بس الصحافة قدرت تصدر الشخصيتين دول لوحدهم للواجهة لأسباب غير مفهومة. وفي يوم الأربع الموافق 21 ديسمبر سنة 1921 تم إعدام ال6 أفراد، واللي منهم ريا وسكينة بشكل غير اعتيادي. وقبل ما تسألني ليه مش اعتيادي هقولك إنهم اتعدموا في سجن الحضرة في مدينة الإسكندرية، وكانت الهيئة بتاعت تنفيذ حكم الإعدام متشكلة بشكل استثنائي، بمعنى إن المفروض الهيئة دي بتتكون من سلطات السجن نفسه. لكن الهيئة دي في الحكم ده بالذات ضمت محمد حداية باشا محافظ الإسكندرية وقتها، وكمان ضمت مدير أمن الإسكندرية. واصطفت الهيئة دي قدام غرفة الإعدام في اليوم اللي ذكرناه الساعة 7:30 صباحا، وجه حراس السجن ومعاهم ريا. وكتب مندوب صحيفة الأهرام إنها كانت لابسة ملابس الإعدام الحمراء وعلى راسها طاقية بيضة وماشية بأقدام ثابتة، لكن كان لونها باهت وخائرة القوة تماما. واستمعت بصمت الحكم الإعدام اللي تلا عليها مأمور السجن، وبعدها خدها الحراس ودخلوها لغرفة الإعدام. وبالنسبة لسكينة فمندوب صحيفة الأهرام قال إنها اتكلمت واتحركت كتير، ومأمور السجن بيقرأ عليها نص الحكم، وكانت بتعلق تقريبا على كل كلمة بيقولها، وكانت جريئة ومتماسكة بشكل مخيف. وخدها الحراس لغرفة الإعدام بعد ريا على طول، واتقفلت القضية تماما. تعالوا بقى نشوف الرواية التانية اللي كانت صادمة بشكل مرعب. الرواية دي بدأت من مصدرين، المصدر الأول هو كاتب السيناريو أحمد عاشور اللي كشف عن إنه حصل على شوية وثائق بتثبت براءة ريا وسكينة، وإن الوثائق دي وقعت في إيده وهو بيحضر لفيلم وثائقي عن قضيتهم، وبيأكد إن فعلا تم العثور على جثث في بيتهم، لكنه شكك إن يكونوا هم اللي عملوا كده، وإن اللي عمل كده هو الاحتلال الإنجليزي وقتها ولفق الجرائم دي ليهم. وده لانهم كانوا بيناضلوا ضد الاحتلال وكانوا مع الثوره اللي قامت ضده سنه 1919، فلفق لهم التهم التقيله دي عشان يقدر يقبض عليهم سنه 1920 ويعدمهم بسهوله سنه 1921. اما المصدر الثاني فهو تقرير نشرته اذاعه BBC البريطانيه واشارت فيه لاحتمال براءتهم من التهمه، والتقرير ده اتنشر باللغه العربيه واتذكر فيه تفاصيل القضيه، وانهم لقيوا جثث نساء وهياكل عظميه في الاماكن
اللي كانوا بيستأجروا فيها، وده كان بعد ما بيسيبوها ويمشوا. لكن التقرير شكك ان يكونوا هم اللي قتلوا الناس دي، وان الجثث دي اللي قتلها هم جنود الاحتلال الانجليزي وقتها. والتقرير ده كمان قال ان ريا وسكينة وحسب الله وعبد العال كانوا مناضلين ضد الاحتلال الانجليزي، وكانوا بيقوموا باستدراج جنود الاحتلال ويقتلوهم. وبالرجوع للمصدر الاول اللي هو السيناريست احمد عاشور، فهو قال كمان ان اللي رواه احفاد احمد عرابي وعبد الرازق المتهمين في القضيه وحفيد اليوزباشي المسؤول عن القضيه دليل على صحه كلامه. وقال ان اليوزباشي اللي هو ضابط التحقيق الاول لما قرر انه يعلن ان القضيه ملفقه تمت اقالته، ومسك القضيه من بعده اليوزباشي ابراهيم حمدي لانه كان متعاون مع الانجليز. وكمان قال انه ما بينكرش وجود الجثث في اوض ريا وسكينة، لكنه بيشكك في حته مين اللي قتلهم ودفنهم، وده لان البلاغ جه بعد ما سابوا البيت. وبيأكد ان القضيه دي متلفقه والهدف منها هو عمل قضيه رأي عام تلهي الناس عن الثوره والاحتلال الانجليزي، خصوصا ان الشعب كله وقتها كان بيتكلم عن ثوره 1919. وقال كمان ان اللي بيقوله ده موثق من واقع التحقيقات وسجلات القضيه اللي موجوده في ارشيف القضاء المصري وشهادات الشهود. الغريب كمان ان تقرير اذاعه BBC بيقول انهم كانوا مناضلات ضد الاحتلال الانجليزي، وان الجثث اللي تم العثور عليها كان في منها جثث كتير مش لنساء اصلا، وكان كتير منهم جثث لجنود تابعين لجيش الاحتلال، وان بعد القبض عليهم اتلفقت لهم التهم المشينه دي وتعدل القانون المصري مخصوص لاعدامهم. وطبعا لو التقرير ده صح فالشعب المصري هيكون اتعرض لاكبر عمليه خداع لمده قرن تقريبا، وان افلام السينما والمسرحيات اللي مثلت القضيه دي حفرت في عقول الناس ان ريا وسكينة مجرد سفاحتين على عكس الحقيقه تماما. وكمان التقرير بيقول ان التحقيقات الاصليه في اسكندريه برأت الاربعه اللي هم ريا وسكينة وحسب الله وعبد العال من تهمه خطف وقتل النساء، وان وكيل نيابه اسكندريه رفض ضغوط القنصل البريطاني عليه عشان يورطهم في القضيه، وده لان مفيش ادله، وده خلاه يتقدم باستقالته لانه رفض يتهمهم بالباطل. وفي المسلسل برضه وكيل نيابه اسكندريه اتقدم باستقالته فعلا من غير ما يتقال هو ليه اتقدم باستقالته. لكن المسلسلات اللي اتعملت عنهم وتقرير BBC اتفقوا على حاجه واحده، وهي ان الدليل الوحيد اللي ادان المجموعه كلها بتاعت ريا وسكينة هو شهاده الطفله بديعه. وطبعا كلنا عارفين انها تم تلقينها الكلام. تقرير BBC قال ان الطفله بديعه خدت تاكيدات انها لو قالت الكلام ده هيتم الافراج عن امها، وحتى في المسلسل جابوا البنت وهي جعانه ووكيل النيابه بياخد منها الكلام في مقابل الفراخ المشويه اللي جابها لها واغراها بيها عشان تقول له اللي هو مستنيها تقوله، والدليل الوحيد اللي قدر انه يدينهم بيه. وطبعا طفله مش فاهمه حاجه وجعانه بالشكل ده، اكيد لو جبت لها فراخ مشويه ممكن تعترف لك باي حاجه انت عايزها تعترف بيها. والاغرب بقى من كل ده كمان ان بعد التحقيقات دي بديعه اللي هي الدليل الوحيد اتحطت في دار رعايه، والدار دي بعد شهور اتحرقت بالكامل بكل اللي فيها بما فيهم بديعه نفسها. وهنفترض بعد كل ده انها مش حادثه مدبره، لكن بموت بديعه تكون الحقيقه ماتت واتدفنت لقرن كامل، لحد ما طلع تقرير BBC وبدأ يثير الجدل بخصوص الحقيقه. وللعلم انصار النظريه دي كمان استدلوا بكلام كبير المحققين في القضيه دي سنه 1953 اللي قال ان السيدتين ما حسوش بالخوف اطلاقا وقت الحكم بالاعدام، وده كان مخليه في حيره كبيره، لان ده بيدل على ان المحكوم عليه صاحب نيه بريئه، وانه كان مؤمن بالعمل بتاعه لدرجه انه ممكن يضحي بنفسه في سبيل العمل ده. وكمان المؤمنين بالنظريه دي بيقولوا ان ريا وسكينة كان ليهم علاقه سريه بمجلس قياده ثوره سنه 1919، وان بيت الدعاره ده كان مجرد واجهه لتشكيل حزب مناضل ضد الانجليز. وكانت ريا وسكينة بتستدرج العساكر الانجليز بحجه الدعاره ويستدرجوهم بالكلام عشان ياخدوا منهم معلومات مهمه، وقتلوا عدد كبير منهم. والدليل على ده ان مفتش المباحث الاول كان خلاص هيحكم ببراءتهم، لكن بسرعه تم عزله لاسباب مش مفهومه ومسك مفتش تاني القضيه، والمفتش ده كان موالي للانجليز وحكم لهم باللي هم عايزينه. وكمان لازم ما ننساش انهم في المسلسلات كانوا فاتحين بيت دعاره، والمفروض انه كان بيجيب لهم مبالغ كبيره تغنيهم عن القتل لو كان هدفهم الفلوس او الذهب، وكانوا بيقدموا لزباينهم فيه اكلات فخره وخدمه على اعلى مستوى. ومع ذلك كانوا طول الوقت في المسلسل في حاله فقر غريبه. وطبعا زي ما قلت لكم انصار النظريه التانيه بيقولوا ان البيت ده كان مجرد واجهه لتغطيه العمل الاصلي، وهو الكفاح والنضال لتحرير البلد من المحتل الاجنبي. وبالنسبه لبيتهم
بتاعتهم، فهم كان ليهم 3 بيوت، 2 منهم اتهدوا واتبنى مكانهم مباني تانية، والتالت لسه على حالته لحد دلوقتي. وحابب اعرفكم ان في قصص كتير متداولة بين اهالي المنطقة بتاعتهم عن اشباح وعفاريت كانت بتطلع ترعبهم من البيوت دي، لدرجة ان كان في ناس كتير كانت بتخاف تعدي من الشارع نفسه. وفضل البيت الاساسي بتاعهم مهجور لحد منتصف الخمسينات تقريبا، لما جه واحد في توا اسمه محمود بن ريا، كان اكبر بلطجي في المنطقة دي وبيعمل مشاكل وخناقات كتير، ومشهور عنه انه مجرم، وقرر انه يسكن في البيت ده عشان يثبت للناس انه ما بيخافش وان قلبه ميت. لكن بعدها بايام قليلة البيت وقع على الراجل ده ومات فيه، وبعدها بفترة تم بيع الأرض واتبنى مكانه بيت جديد حاليا. أنا كده عرضت لكم تقريبا كل حاجة عن موضوع ريا وسكينة، وانتوا اللي تقرروا مدى قوة كل رواية من الروايتين ومدى اقتناعكم بكل رواية فيهم. يا ريت تعرفني في التعليقات انت مايل لأنهي رواية أكتر، ولو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، ومنشنوا أصحابكم اللي عايزينهم يسمعوا الحلقة عشان نكبر مع بعض بشكل أسرع. كان معاكم إسلام الجندي في سندوتشات رعب، والحلقة من إعداد الكاتب أحمد محمود شرقاوي، ومع السلامة.